من فوق جبل. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لا يزال في دثاره، الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم. زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟ كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد، وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا. فانصرف عنه جبريل. جبريل؟ عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ومن عرف ما تعرف يا زيد؟ أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر. وأنت؟ أنا ابنه بالتبني. احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة. أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا. ماذا يريد محمد بدعوة عشيرته؟ لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف. الغار؟ الملائكة؟ إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟ يرى أن هذا شأن بني هاشم. كيف تكون بدعة وقد سبق أمثالها؟ هي على مكة جديدة. ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
مصعب، من هذا؟ جعفر. ما بيدك؟ سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟ كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم. إنه الفجر. تخرج أنت يا عمار. عمار، أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك. أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي. هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة، ولكنه لم يمنح نفسه عونا يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك. أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك. أنا أصغي لمحمد يا أماه. محمد؟ مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس، ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة. الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للآباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه
التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟ وأمك لم تكره على شيء كما أظن. أتذكر يا ياسر؟ ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار. كان أبي على وشك أن يئدني، يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ثدي أم. قبضتها رقيقة، أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة. إنه العرف يا سمية. بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد. علي أن أدرك الفجر مع الرسول. امضي يا ولدي، امضي إلى محمد. إنه رجل مبارك. رجلان يتبعان. اقرأ اقرأ. محمد لا يكتب ولا يقرأ. ولكنه يستطيع أن يتكلم. ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟ هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله. أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي. إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله. هذا هو القرآن. محمد رجل أجاع نفسه ليحلم. ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟ نعم، ولكن قلبه متفتح. أنت اركله تقديرا لفصاحته. لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتى. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة؟ وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان. آلهة قريش عبادة وتجارة. ليس الله سلعة تباع وتشترى. ستعلمك السياط. احذر وانتبه يا فتى. عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمي يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟ نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط. هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص. بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت. اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة.
اجلده يا بلال. اجلده. اقتله. اجلده. أطيعه يا بلال. افعلها. أبقى على نفسك. أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك. إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال. سأعالجك. أحد. الله أحد. من هو الأقوى؟ أحد. أحد. تكلم. أحد. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد. أحد. الله أحد. 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 ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد. أمية! أمية! أبو بكر، يزيدك 100 دينار على ثمن بلال. مهلا مهلا. ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب. دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية. أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟ خذوه، لا حاجة بي إليه. طاعتي حق عليك ما دمت حيا. لماذا تثير غضب أبيك؟ لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه. لا تقل يا أختاه. ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي. وأنت أمنحك ما تريد، ما تشاء. محمد منحني الطمأنينة والسلام. دعه يخرج وليلحق بالصابئين. ليس من أجلنا. أشفق على أبيك. حذيفة، انتظر. تمهل. إن ابن أخيك يسب آلهتنا.
يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء. مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعونه. وماذا تقول عنا العرب؟ شباب مكة يقودون شيوخها؟ قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها، أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة. الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق. ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق، وليسمع العالم. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله